هذا رجل تهاوش ويا زوجته وراح للدوام، فيقول يوم جيت من الدوام على صلاة العصر ولا 12 شنطة قدامي وعيالها واقفين، يلا ودري بيت ابوي. يقول شناط بس يالتهم عذاب. قلت لا انت بتطمحين؟ قال لا انا اللي بطمح، اعطيني شنطتي. ياخذ شنطته وين يروح؟ راح لنسيبه، طق الباب وفتح له نسيبه اخوها. يا سلام. قال ايش عندك؟ مع الشنطه وهذا. قال وين الملحق؟ قال حط الشنطه. تغديت؟ وقال لا ابوي بيجي الحين. قال حط غداله. ويقعد يوم جاء الشايب والشايب صريح. قال خير ان شاء الله، جايبين شنطتك؟ قال انا طامح من بنتك جاي عندك. يقول يتغدى والابو يناظره، وهذا يوم خذ الابو صار في اتصالات. قال انا اهون اجيك، اهون ما يجيك 7 8 عيال ثلاثه. يقول واتغدى عندهم واتعشى يبدا الصبح اقوم صلاه. ويقول اشغلته في البيت. يقول يوم اخذت قال خلاص اصلحنا بينكم، انا اتصلت عليها وقلت ترى عقل وبيرجع وطيب. يا سلام يا سلام. والحين ارجع لبيتك ان شاء الله ما عليك كل العافيه. يقول واجي اطق الباب ولا ريحه العطورات والبخور يا ولد. ايه. قال ابوي جاء وش؟ قالت عندي خبر. تقول هذا ذكي، هذا حل البيت، حل مشكله في البيت عنده. يقول وانا ودي 7 8 شناطه شيلها وديهم هو وعيالها، اروح انا ابرد. هذا يملك نفسيه حلوه، يملك نفسيه حلوه وتفكير حلو.